حركة الجسد بإمكانها أن تكشف الكثير من الأشياء عن الأشخاص الذين تتعامل معهم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالشخص الذي يحبك. فتعبير الوجه أو نبرة الصوت أو حركات الجسم أو طريقة الوقوف والجلوس كلها أمور تكشف عما يشعر به الإنسان بلا وعي. فحينما يعجب بك شخص ما ولا يستطيع إخبارك بذلك، يبدأ عقله بإرسال إشارات لجسده ليقوم بتصرفات لا إراديا. فيما يلي سنعرض عليكم 5 حركات تبرز أن الشخص الآخر معجب بك أو يحبك. أولا، عندما يقترب منك هذا الشخص باستمرار في الاجتماعات ويحاول الجلوس بقربك أو الجلوس في مجال رؤيتك. فإذا لاحظت أن الآخر يتعمد الجلوس في جوارك دائما ويحاول الحديث معك مع تركيز عينيه عليك، فهذه إحدى الأدلة السلوكية على أنه معجب بك ويحبك. ثانيا، عندما يبدأ بحك أنفه أو عينه أو شعره في كل مرة تكون فيها على وشك ترك المكان الذي كنت فيه تتواجد معه، فهذا الأمر يعبر عن انزعاجه من رحيلك. كذلك الأمر عندما يسمع أنك على وشك مقابلة شخص آخر تمدحه باستمرار، فهذا يدل على غيرته، خصوصا إذا كان الشخص يشك في أنك معجب به. حك الأنف أو العين أو الشعر هو سلوك لا إرادي يعبر عن رغبته في أن تبقى بقربه، وهو ما يعبر عن حبه لك. ثالثا، بالنسبة للمرأة التي تعجب برجل ما، فهي تقوم باللعب بشعرها وتحاول إصلاحه طوال الوقت عندما يكون الرجل يتحدث معها. أما بالنسبة للرجل الذي يعجب بامرأة، فهو يقوم بجذب قميصه للأسفل بصورة متكررة في محاولة منه ليبدو مرتبا عندما يكون أمام الفتاة المعجب بها. رابعا، الاستماع إليك بتأمل حتى عندما تكون تتحدث في أمور غير هامة، فهو نفسيا يحب أن يسمع إلى صوتك لأنه يضفي البهجة عليه. خامسا، عندما يحاول إيجاد أشياء مشتركة تجمع بينكما دائما، قد يتجلى ذلك في أن يذكر اسمه واسمك معا في موضوع واحد بشكل متعمد، فهذا الأمر يدل على محاولته لتمييزك عن باقي الأشخاص الآخرين، وبأنك شخص مختلف عنهم بالنسبة له. هل تعلم أن سماع صوت شخص تحبه أو تهتم لأمره كثيرا سيزيل عنك الاكتئاب بنسبة تصل ل 96%، كما قد يجعلك هادئا طوال مدة تقارب 12 ساعة. فبحسب تقرير أعده المركز الطبي لجامعة جورج تاون، فإن نبرة صوت الشخص الذي تحبه تشبه في مفعولها على جسمك أخذ أقراص مهدئة. ما هي آراؤكم؟ شاركونا بها في التعليقات، وشكرا على المتابعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.